إخواني، السلام عليكم ورحمة الله. أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة بحر الأسبوع المنصرم حكمها في حق متهمين باختطاف شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة واغتصابها في كوخ عشوائي مشيد على الشاطئ البلدي بالمدينة. ووزعت المحكمة حضوريا وابتدائيا على حارس ليلي وشخص يؤجر المظلات الشمسية 19 سجنا نافذة، حيث قضت في حق المتهم الأول ب 12 سنة سجنا نافذة و7 سنوات سجنا نافذة في حق الآخر. وتعود فصول الواقعة لشهر يوليوز المنصرم عندما استغل المتهم الأول جلوس فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة لوحدها وبجوارها مظلة شمسية ليقوم باستدراجها نحو كوخ تستخدمه عناصر الوقاية المدنية المكلفين بالإنقاذ بالشاطئ البلدي لطنجة. ثم قام الأول باحتجازها بالعنف قبل أن يضعها فوق طاولة ليشرع بممارسة الجنس عليها بالقوة، قبل أن يمررها لزميله الذي شرع كذلك في اغتصابها بالعنف دون أن يكترث لوضعها الصحي وصرخاتها. كما صرحت الضحية أن المتهمان قاما باحتجازها داخل الكوخ لعدة أيام قبل أن تنجح في الهروب وتضع شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية المختصة التي تدخلت وألقت القبض على الشخصين اللذان ينحدران من مدينة مكناس. شكرا على المتابعة.